السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. تطورات ومفاجآت في قضية طفل الإسماعيلية اللي صاحبه أو زميله اتخلص منه بالمنشار. طبعا كلنا عارفين القضية دي، بس القصة الجديدة بتاعت الست وأولادها يعني غطت شوية عليها. الكلام اللي أنا هقوله ده مش كلامي، الكلام المحامي اللي أم الولد اللي خلص من زميله الواد المجرم، أمه هي اللي جايبة المحامي، والمحامي واضح ان هو يعني قرفان من الولد جدا وكان رافض اساسا انه يمسك القضيه. هنتكلم ونقول ان هو طلع في لايف واتكلم وقال ان الكلام اللي هو بيقوله ده خارج من النيابه، من تحقيقات النيابه العامه، وقال ان ام الولد قالت له يروح ويشوف القضيه، سير القضيه عامل ايه، وهو راح فعلا وبيقول انا لما دخلت وشفت الولد بعد ما قريت التحقيقات واطلعت عليها انا خرجت كنت هضربه. ده لا يمكن يكون طفل، ده مش طفل، ده عقل واحد كبير ورزين وواعي، وده مش مريض، ده لا مريض ولا هو عنده مرض نفسي ولا ما عندهوش اي حاجة، ده بكامل قواه العقلية. قال يوم الجريمة الولد كان عازم النية، الولد المجرم ده يوسف والولد الضحية محمد. قال كان مجهز نفسه واتصل على امه الصبح الساعة 11، واللي بيقولوا من الولد ضحية امه علشان مطلقة ومتجوزة عمه. القصة مش كده، امه مطلقة من 4 سنين واتجوزت واحد تاني ومعاها عيلين منه، وان الولد الصغير والبنت الصغيرة الاصغر من يوسف بيروحوا يزوروا امهم وبيكلموها، وهو كمان الولد بيكلم امه في التليفون بس مش بيروح لها. قال ان هو اتصل بيها الصبح الساعه 11 وقال لها فين الحله الكبيره اللي عندنا، فقالت له عايز تعمل بيها ايه؟ الحله دي بتاعه عزومات. قال لها انا عايزها. قالت له طب انا ما اعرفش اي حاجه عندك، انا بقالي سنين سايبه البيت، دور عليها انت. الواد عازم النيه، خد بعضه وراح المدرسه، وهو خارج خد زميله معاه محمد الله يرحمه. ومن المفاجآت الغريبة جدا عشان ده واد فاجر، وقف اشترى الجلافزات الجوانتيات اللي هيستخدمها والأكياس اللي هيحط فيها الولد، واستلف المنشار. أنا ما شفتش كده فجر في الدنيا. خد الولد معاه البيت وقفل عليه، وكانت أخته وأخوه الصغيرين بره. ما كانش فيه عنف زي ما الناس قالت وخناقات وصوت، وما فيش الكلام ده اصلا خالص في التحقيقات. قال ان هو اول حاجة عملها خنقه بسلك الشاحن بتاع الموبايل. فالولد كان يعني لسه فيه الروح بيرفص، فراح جايب المكوى ومديله في راسه كام خبطة. فطبعا يعني كانت القاضية. فتقريبا الولد كان يعني بينازع بيطلع صوت من الوجع وروحه بتطلع. فاخته قاعده بره حست ان في حاجه غريبه في الاوضه، راحت اتصلت بباباها وقالت له يا بابا تعالى يوسف جايب واحد في الاوضه وبيتخانق معاه وبيضربه. فقال لها طب خدي اخوكي وروحي اقعدي عند الجيران. الكلام ده كان الساعه 5. خدت اخوها الصغير وراحت عند الجيران لحد الساعه 7. هي ما تعرفش ايه بيحصل في البيت. وبعدين الوقت اتأخر عليها ساعتين وباباها ما جاش، راحت اتصلت عليه قالت له الساعة بقت 7. قال لها طب خليكي زي ما انتي انا جاي. البنت لقت الوقت اتأخر، الساعة بقت 9:15، اتصلت عليه تاني قال لها انا جاي في الطريق يلا تعالي البيت. اتاري ان الراجل اصلا كان في البيت مع ابنه، يعني هو بيقول لها ان هو بره، وهو بعد ما قالت له على طول هو راح البيت. راحت البنت واخوها واتفاجئت الشقه كلها دم. اتاري الراجل لما دخل شاف بقى، يعني كان لسه الدنيا بقى مدعكه، الاوضه مليانه دم، وقدام الحمام دم، والسجاده دم، والبتاع التلاجة الدنيا يعني متبهدله خالص. والراجل قبل ما يروح اتصل باخواته، اتصل بواحد اخ من الاخوات رفض، والتاني راح معاه. وبالمناسبة اخوه التاني اللي راح حضر معاه ده هربان، يعني لحد حالا ما حدش يعرف عنه حاجة، لانه هو تستر على جريمة شافها بعينه، فهو كده اشتراك في الجريمة. الراجل
شاف كل حاجة، قعد ينظف، وشاف الولد وهو مظبط الدنيا. وبعدين لما البنت راحت كانوا قافلين على كل حاجة بس في دم. فالبنت بتقول في ايه؟ قالوا لها ده يوسف جاب كلب وذبحه، وبعتها اشترت بريل وقعد ينظفهم ويغسلوا السجادة وايه ولموا الدنيا. البنت بتعترف في النيابة بتحكي، ما هي البنت والولد الصغير اخوها دول الشهود الوحيدين هم اللي جابوا رجلهم. قالت بابا كان كل شويه بيروح يتكلم مع يوسف في جنب، ما نعرفش هو بيقول ايه، طبعا كان بحضور عمها، كان بيتفق معاه على ايه الله اعلم، يقطعه ازاي يعمل ايه ما تعرفش. المهم ان هم بعد ما عملوا كده سابوا الولد بالولد اللي معاه حبيبي وخدوا بعضهم ومشوا كلهم. الولد من فجره بعد ما قطع وكيس ولف بالبلاستر الاكياس وقعد ينقل، ساب حته كبيره في التلاجة عشان يعملها ستيك. شوف الفجر، يعني انا ما شفتش كده في حياتي. عملها ستيك وكل، وبعد كده رجع. الاب عمل نفسه لما اتقبض على الولد عمل نفسه ما يعرفش حاجه، وقف قدام النيابه وانتوا قابضين على ابني ليه؟ انا ما اعرفش. 3 ايام واقف قدام النيابه عامل نفسه ما يعرفش حاجه. ويتضح ان الام نفسها ما كانتش على علم باي شيء، وبتقول المفاجأة، الأم بتقول لو يستحق الإعدام اعدموه. أنا قريت الكلام ده قبل كده بس أنا ما صدقتش، قلت إزاي ما فيش أم تقول كده، لأنه أساسا هو خلاص بعد اللي عمله مش هينفع يعاشر بني آدمين ولا يقعد مع بني آدمين، وده حقيقة. الولد خلاص ده وصل لمرحلة إنه يعني الموضوع بالنسبة له بقى عادي. قالت لهم اعدموه، هو بالنسبة لي خلاص هو مات وانا استودعته عند ربنا، وانا مش عايزاه خلاص، لو هو يستحق الاعدام يعدموه. والقانون انا مش عارفه يعني هو واحد بالشكل ده ينطبق عليه قانون الطفل ازاي؟ يعني باللي عمله ده لا يمكن ده يكون طفل. يعني المحامي نفسه بيقول لك انا قريت التحقيقات وخرجت بكلمه بقول له انت عملت كده ازاي؟ عملت كده ليه؟ اولا قال لي عشان الشهرة، وبيضحك وبيقول لي علشان اتشهر. فالولد كان بيقعد بيدخل على مواقع اللي هي بتاعه المراهنات والحاجات اللي زي كده، وقال لك الموبايل بتاعه اتفاجئنا ان الموبايل اساسا اللي هم قالوا ده بتاعه، اخته شهدت قالت ده مش موبايله اساسا، الموبايل ده مش بتاع يوسف كان معاه موبايل اختلف. طب الموبايل ده راح فين؟ ما حدش يعرف عنه حاجه. طبعا الراجل اللي اشترى الموبايل بتاع محمد الله يرحمه ده بتاع الموبايلات ده اتقبض عليه هو كمان، لان احنا ما نعرفش الموبايل ده كان ما عليه ايه، الله اعلم، والراجل كان عارف ان هو مسروق. برضو الموبايل اللي اختفى ده، الموبايل ده اكيد عليه حاجات، يعني الواد كان بيدخل على حاجات، الواد كان بيسرش على حاجات، كان بيدخل يدور على حاجات، العلم عند الله. ده مش طفل. بيقول لك ان الولد عنده ثبات، عارف هو بيعمل ايه، فايق جدا ومش همه وبيضحك، وراح مثل الجريمة مرتين 2 بكل ثبات، وكان بيضحك وهو بيمثل الجريمة مرتين. والمرة التانية كان بيضحك مع وكيل النيابة ويقول له مش عايز هدية، وراح جايب آلة حاسبة ومديها له، ويتضح ان الآلة الحاسبة دي بتخص الولد اللي هو انهى حياته. ايه العيلة الغريبة دي؟ ايه ده بجد؟ يعني ولد بالاخلاق دي، واستغفر الله العظيم يا رب النسل العجيب ده، والاب يروح ويشوف. وبعدين في ناس تقول لك ما هو ابنه، ما هو هيبلغ عنه، يبلغ عنه. هو الابن ده وصل لمرحله انه ما يعرفش يعاشر بني ادمين، ده توحش، ده ما ينفعش اساسا يكون بني ادم. اللي عمله ده لا يمكن يكون بني ادم اساسا، ده واحد يعني مش هنقول ده ما كانش عقله معاه، ده لا ده واعي وبيضحك وفايق، وانا عملت كده علشان اتشهر، فعمل حاجه كبيره جدا جدا. طب وانت بعد ما تتشهر بقى وبعد ما تعمل اللي انت عملته، اعتقد ان الولد كان بيقول لك انا سن صغير تحت السن. ما هو يعني اللي بيعمل حاجات زي كده اكيد حد قايل له يعني انت مش هيحصل لك حاجه، انت مش هتتعدم. فعمل كل حاجه في الدنيا
توصله للشهرة تحت مسمى قانون الطفل، وانه شوية وهيخرج عادي جدا ويندمج مع الناس تاني ويخرج بعد كده افظع من الاول. هل واحد ده انا مش هقول اخلاق، ده ملهاش علاقة بالاخلاق، ده احنا كده دخلنا في سلوكيات حاجة خارج سلوكيات البشر. ده كده يعني ولا الحيوانات حتى، ما فيش حيوان حتى بيعمل كده، ده انسان زيه زيك. انك انت تعلم على جسمه وتحدد وتقطع وتشفي وتقول لك في الاخر انا كنت وصلت لمرحله الراس، يعني ايه، انا حسيت ان انا يعني مش قادر ان انا اوصل للحته دي اقطعها. يخرب بيت كده، يخرب بيت كده بجد. في بشر كده و14 سنه، امال لو كان كبر شويه بسلوكه ده، كبر حبه، كان هيعمل ايه في الناس؟ لما 14 سنه وعمل كده، والناس بتقول لك ده ضحيه امه. لا، ما طلعش ضحيه امه ولا حاجه. واحده خلاص لقت نفسها مش قادره تعاشر حد بني ادم، خلاص قالت له اتطلقت واتجوزت وخلفت، وكانت في تواصل مع اولادها، مش زي ما كانوا بيقولوا ده ما تعرفش عنهم حاجه رمتهم ومشيت. لا، في تواصل. لكن ان بني ادم يوصل بالوحشيه دي، لا، ده ما ينفعش يكون يتقال ده قانون الطفل. لا، القانون لازم يتعدل، ده ما ينفعش يكون طفل ابدا. لا، اللي زي ده كان ينفع يتجوز اساسا، يعني لا جسمه صغير ولا بنيانه ضعيف ولا والمخ والعقل ده محترف، عارف بيعمل ايه. والاب الاخر طبعا العيال الصغيرين اعترفوا عليه، فالاب هو كمان اتسجن. وبيقول للمحامي ان لسه في طرف كمان غير اللي هربان، في طرف كمان، وان في مفاجآت اكبر من كده بكتير. وانا مش عايز اتكلم اكتر علشان اهل الولد التاني يا عيني لما هيسمعوا يعني الموضوع هيبقى مؤلم بالنسبه لهم. يعني حتى المفاجآت دي اللي بنسمعها، الحاجات الشاذه والعجيبه والغريبه دي، في حاجات افظع كمان اراها، اللي بيها بيقول لك انا كنت طالع نفسي اديله علقه من اللي انا قريته، من تناحة الولد ومن العدم اللامبالاه، ولا في دماغه ولا همه، وبيضحك. انا مش بني ادمين كده. حان الاوان ان القانون بتاع الطفل ده يتغير، لان لو كل واحد فكر يعمل زي الولد ده تحت مسمى احنا مفيش عقوبه، وان الموضوع كله يبقى 3-4 سنين نوصل للسن القانوني يطلعونا ونندمج مع المجتمع، لا، القصه دي ما تنفعش خلاص. ده مش طفل ولا يمكن يتقال عليه طفل. التاني حبيبي الصغير التاني ده هو ده اللي يتقال عليه طفل. ده حبيبي الله يرحمه، ده ما خدش في ايده غلوه، ده طخ 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 طخ، وفجر واخده معاه بيشتري الادوات اللي راح يتخلص منه بيها. ما شفتش كده، انا ما شفتش بشر كده. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يكون في عون ام واب الولد التاني، ربنا يكون في عونهم بجد. حبيبي ده كان ولدهم الوحيد، ربنا يربط على قلوبهم يا رب ويصبرهم. وده يا رب اتمنى العقوبه تكون اعدام زي ما امه بتقول. يا رب نسمع قريب ان الواد ده اتحاكم وخد عقوبه جديده ملهاش علاقه خالص بقانون الطفل. الواد ده لازم يتعمل فيه اللي اتعمل في الواد التاني. اقسم بالله انا ما يشفي غليلي حتى في اللي انا بسمعه ده انه حتى ياخد اعدام. انا نفسي اللي عمله في الولد يتعمل فيه. يا ريت والله لو كان ينفع لكنت اقول لك ذنبهم ايه ام واب يتحرق قلبهم على ابنهم بالوضع وبالكلام اللي بيتقال ده. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم منك ومن ابوك اللي دار عليك وغطى عليك. ان شاء الله ابوك ده يتحاسب زيك وعمك والناس اللي غطت عليك كلهم باذن الله، ويرجع حق الولد الصغير ده اللي ضاع بين ايديكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا.